من كام سنة كنت في المسجد بصلي التراويح في شهر رمضان، وفي الفاصل اللي بين الكام ركعة دولت كنت بشرب مية. فلقيت في امرأة كبيرة في السن بتنادي عليا وتقولي تعالي يا بنتي. فأنا استغربت شوية ورحت لها، لقيتها بتقولي هاتي ورق وقلم. أنا من زمان قوي على يقين تام إن ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لي رسائل في صورة أي حاجة حواليا في الكون. المهم رحت دورت على ورقة وقلم ورحت لها، لقيتها بتقولي اكتبي الدعاء ده ورايا: الحمد لله الذي جعله ماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوب. قالت لي يا بنتي لازم لما تشربي المية تحمدي ربنا. قالت لي لو ربنا منع عننا المية احنا هنعمل ايه؟ او لو ربنا خلاها زي مية البحر ملحا أجاجا احنا هنعمل ايه؟ والناس حوالينا والطير والزرع. من يوميها انا كتبت الدعاء ده. كنت في الاول بتلخبط، اقرأه شوية من الورقة شوية افتكره، لغاية لما الحمد لله حفظته. وبقيت دلوقتي لو انا نايمة وبصحى من نومي اشرب مية لازم اقول الدعاء ده: الحمد لله الذي جعله ماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوب. انتي كمان جيبي ورقة وقلم واكتبي الدعاء ده وتقولي كل ما تشربي مية، وبرضه في الأول هتتلخبطي لغاية لما تحفظيه، وبعد كده تحمدي ربنا وتشكريه على المية، تشكريه على أي حاجة. نعمة الشكر. الشيطان خلي بالك أول حاجة قالها علينا: وقليل من عبادك الشكور. يعني قليلين جدا اللي بيشكروا ربنا.